يلا يلا يلا. بص العيال، بص العيال. طب وحياة امك لا خسارك. ماشي خلاص يا عم سيبه، يا عم سيبه، انا عارفه الواد ده بنزل سيبه. ده بص الواد بيعمل ازاي. معلش حقك عليا انا. ماشي. انا مش عارف ايه بابا، انت بتتاخر عليا ليه كده؟ ايه ده يا ابني؟ هو ايه العبط ده؟ انت بتقولي حاجه؟ ايه؟ انا لا مش بقول حاجه خالص. بقول لك ايه، خلي لسانك جوه بقك المره الجايه. ايه حاضر ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله، الواد ده عمال يضايق في الناس ده. خد يا حبيبي اقول لك، خد اقول لك تعالى. قولي. هو انت ماشي عمال تزنق على التوك توك وواحده كانت واقفه هنا برضو كوشتها، هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ عادي مزاجي. هو ايه اللي ما هو مش بالمزاج يا حبيبي، دي ناس ماشيه ما عملتلكش حاجه فما تاذيهاش. ممكن وانت بتهوشها كده تقوم جايه راميها على الرصيف خابطها، تبقى مبسوط ساعتها. طبعا ما يكونش مبسوط. بس هو ده اللي انا بكلمك فيه بقى. ممكن وانت ماشي تشتم حد يرد عليك الشتيمه، جبت لنفسك مشكله، هتستفاد ايه؟ مش هتستفاد حاجه. فانت عشان كده امشي ما ترضيش بحد في البتاع ده. ماشي ماشي. ماشي. يلا نهارك ابيض، ربنا يستر عليك يا حبيبي. هو انا نفسي في السكوتر زي الواد بيلعب بيه ده. بيلعب بيه يا ابني؟ ده بص مش خايف على نفسه. بص عمال يعمل ايه. ده دوت اصلا لو ليه اب يزعقه له اصلا ما يعملش اللي هو بيعمله دوت. لا يا حبيب قلبي احنا مالناش دعوه بالقصص ديت. ماشي. واحنا اكبر من كده. هجيب لك عجله. اصل انا اصحابي كلهم يا بابا يروحوا بالدروس وانا بقى مش ببقى عارفه اركب فين ولا امشي ازاي. انا بفضل معلش ماشيه يا بكره جنبهم كده زي الاترس في الزفه. يا ابني ده ما فيهوش اي وسيله امان. وبعدين انا مش بايعك يا ابني ارميك كده في الشارع واجيب لك سكوتر. سكوتر ايه يا ابني؟ ده بتاع ناس فاضيه دوت. يا بابا وانا بقول لك يعني يجيبوا لي العب بيه. بقول لك انا هروح بالدروس جنب اصحابي كده اهو يا بابا. يا حبيب قلبي بقول لك ايه، انا مش عايز كلام كتير. ده بص اصلا الواد بيعمل ازاي. بص الواد بيسحب في الارض ازاي. بقول لك يا جدعان شوف هو بيعمل ليه كده اصلا الواد دوت. يا اسطى ايه يا حبيبي؟ بالله عليك هات لي لف. لو انا هجيبه عشان تكسره لي وادفع. لا مش هكسره والله ولا حاجه. ده انا هاخد بس لفه كده بسرعه واجيبه لك. والله ما بدوش لحد والله يا حبيبي. يا ابني مش قلت لك البتاع ده غلط؟ وانت يا ابني حرام عليك يا ابني اللي انت بتعمله دوت. خاف على نفسك، خاف عشان اخواتك، عشان اهلك، عشان ابوك، عشان امك. اللي انت بتعمله ده غلط يا ابني. انت بتمشي تتنطط بالمكنه دي، لو وقعت اتكسرت مين اللي هيشيلك يا ابني؟ ابويا. ما ينفعش يا ابني. انت المفروض انت كده كبير وعاقل تمشي زي الناس. انت الحاجه ديت جايبها تقضي بيها مصالح، مش جايبها تلعب وتكسر فيها. ماشي صح كده؟ يلا حبيب قلبي ربنا يبارك لك. يلا. يعني انت يا بابا طفشت الوقت كده وخلاص يا بابا. كان نفسي بس اخد لفه. انت عارف يا ابني لو حد من ابوه ولا امه عرف ان هو بيعمل الحاجات اللي بيعملها دي على النعمه ما هيخلوه معاه نص ساعه حتى. دوت عيل صايع في الشارع دوت. ماشي يا يلا بابا. يلا حبيبي قدام على البيت. بقول لك يا نو، ايه يا كريم؟ هطلب منك طلب. في ايه؟ ما تنزلي بس الحته دي، هروح اوصل الراجل اللي واقف في الشمس ده هناك، شكله واقف من بدري. وانا مالي يعني يا كريم؟ يعني انا دافع فيه نص عشان تنزلني هنا وتاخد الراجل معلش يا نور وتمشي؟ حقك عليا، هجيلك على طول في ثواني بس هوصله. انا شايفه واقف من بدري يا نور بس ما رضيتش اقول. طب انجز بقى يا كريم انا واقفه هنا. على طول هوديه على طول وجاي. اه يا ابني رجلي وجعتني يا ابني. مفيش اي حاجه نركبها يا ابني من هنا. لا يا بابا بس السكوتر جاي هناك اهو. سكوتر بس يا عم. سكوتري بس ما تشاورلوش بس يا ما تخافش عم. يابا. بس لا يزعلني. بقول لك يا عم الحاج، انت رايح فين؟ انا رايح فين؟ رايح فين؟ هوديك في طريق. لا يا ابني انا كنت رايح اخر الشارع. ما تعبش نفسك يا ابني. روح يا ابني الله يسهل لك. يعني يا حاج بعد ما جيت لك ده كله ونزلت اختي في اخر الشارع وقلت اجي اوصلك، كله روح الله يسهل لك. انت مش عايز تديني الثواب ولا يا عم الحاج؟ مش عايز اتعبك يا ابني معايا يا عم والله. تعبك راح يا عم، انت زي والد. اركب يا عم الحاج اوصلك. ربنا يبارك لك اركب يا يا عم. ابني. وانت يا بود زماننا بقى على رجلك كده. بودة ده لسه شباب. خش يلا يا بودة هتجيب. اركب يا عم الحاج يلا. يا عم الحاج انا مش عارفه ايه اللي كريم بيعمله ده. يعني انا واقفني كده في الشمس. يا ايه نور. يا كريم؟ رحت عملت الخير وجيت؟ يا بنت انا كملت دقيقتين. لا بصراحه انت متاخر. طيب ربنا ما واحنا كنا عارفين الدقيقتين دول هيحصل فيهم، بعدين عملنا فيهم خير حتى عشان ربنا يكرمنا في السكوتر ده وما نعملش بيه حادثه. وبعدين يا نور خير الناس انفعهم للناس. حتى لما عندك نيجي حق. نقف ويبقى مش لاقيين حاجه نركبها الا اللي يساعدنا. ماشي يا كريم يلا بقى عشان احنا اتاخرنا. وبعدين يا نور يعني ده احنا بنشحنه في البيت يعني، ولا بنزين ولا حاجه. ماشي. ربنا يهديك يا نور.